بصوا يا جماعه، احنا كده تعالوا نشوفوا طريقه المنين دي احنا عاملينها ازاي. طريقه سهله جدا وجميله جدا وبدون اي تكلفه، تكلفتها بسيطه. المنين بالملبن اهوت اهو، جميله. ممكن تعملوها بالسمسم وممكن تعملوها بجوز الهند. تعالوا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونخشوا على الفيديو على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده هنعمل فيديو بسيط ومش مكلف خالص. هعمل منين بالملبن. في ناس بتعمله بكذا طريقه، الطريقه بتاعتي اللي هتعتمدوها هتلاقوها طريقه سهله جدا. هعمل منين بالملبن. تعالوا معايا نشوفوا المقادير ونشوفوا احنا هنعمله ازاي. ده كيلو دقيق، كوبايه واحده بس لبن، كوبايه سمنه بلدي وعليها كوبايه زيت. كوبايه زيت مع كوبايه السمنه، ده على الكيلو الدقيق. خميره فوريه، باكل خميره فوريه. البتاع ده كام واحد؟ اول حاجه هنحط المكونات الجافه كلها على بعضها. ده كيس خميره فوريه حوالي 10 جرام اهو. هنحط كل المكونات الجافه على بعضها. وده بودر. انا حبيت ان انا اجيب كميات تبقى عندي علشان مش كل شويه اشتري. هناخد بس معلقه واحده بس بودر. واللي شايف البودر ده، الناس اللي جنبي يعني ما يجوش يقولوا لي انا عايزه كيس بودر. مش هدي لحد والله، مش هدي. معلقه بس عشان في هنا خميره، هتبقى معلقه بس كده بودر. ذره ملح، ذره بس كده عشان الحلاق اهيت. سكر، ولازم يكون سكر من اللي هو الابيض، يعني شويه محترمين كده. دي معلقه اتنين معلقه كده. انا ببدا اعجن. انا حطيت فانيليا، شويه فانيليا بيخلوا لها ريحه حلوه. هحط اللبن اعجن بيه. اللبن لازم يكون دافي، كوبايه لبن. نحاول بقى نلمها وما نحاولش نعجن فيها كتير عشان ما تعملش عرق. لو اي حاجه وقعت على الترابيزه يا جماعه، الترابيزه نظيفه. هعجنها وارجع لكم تاني. يبقى كده هنحاول ان احنا نقلب المكونات الجافه كلها على بعضها. طبعا ده ملبن وده جوز الهند وسمسم كمان. وسمسم هناخده معلقتين سمسم اهي بس كده. هنبدا بقى نحط الحاجات التانية اللي هي المكونات السائله. بس احنا عايزين شويه فانيليا. هجيب الفانيليا احطها فيها عشان تديلها ريحه، تذكره فانيليا وخلاص. دي كوبايه الزيت، دي كوبايه سمنه. دي طبعا كانت دافيه بس انا عشان سبتها شويه اهي. طبعا انا ماشيه معاكم واحده واحده، اظن مفيش اسهل من كده. هحاول بقى ان انا ابسس دول كده مع بعض عشان نعرفوا ان هحاول ابسس كده. هاتي هنا على عندي. هحاول بقى ان انا ابسسها بايديا عشان انا لو قعدت اعمل بالمعلقه دي
انا كده انا بقطعها اهي. افردوا الملبنايه كده. هخلص الكميه وارجع لكم. كده خلاص انا كده انا ببرمها اهوت. اهم حاجه ان هي تبقى رفيعه ما تبقاش تخينه. ادي جوز الهند اهي، تبرميها كده في جوز الهند. جوز الهند طبعا بتديها، انا عايزه اعمل يعني ايه اللي ياخد حته كده ما يسيبش منها، وترص في الصينيه. هخلص الكميه كلها وارجع لكم. كده انا خلصت الصينيتين اهمت، الصينيتين اهمت. يعني المقدار الكيلو عملوا الصينيتين دول. اولا هما هي بتكلف يا جماعه، علشان انا عاملاها بسمنه بلدي. بسمنه بلدي طبعا، بتوع الافران مش بيعملوا بسمنه بلدي، بيعملوا بزيت. فالمقدار اللي معايا خد الصينيتين. طبعا انا عامله الواحده، جربي هنا كده، الواحده هي دوبك على قد الايه اهي، الملبن جوه اهوت اهي. طبعا ده جوز الهند، وممكن تحطوا فيه سمسم. انا كده ما فاضلش غير مرحله التسويه، خلاص ان انا هحط في الفرن. يعني بالظبط خلاص انا هبدا ان انا احطه في الفرن. هشوفكم بعد ما المنين بالملبن يطلع. كده احنا خلصنا المنين اهوت. كده المنين كله خلص كده اهي. طبعا الحته على قد يا دوبك الواحد كده او الواحده تاكل الحته كده، القعر بتاعها اهو. والحته اهيت ممكن تعمليها طويله وممكن تبططيها اهي. ده كان المنين بتاعنا بتاع النهارده. انا بحاول بقى اعبي الحاجات دي في ايه. انا عندي الكراتين دي، انا عندي الكراتين ديت انا مش برميها خالص، انا مش برمي الكراتين خالص. بتني سايبه الكراتين دي لو انا حبيت ان انا اعمل فيها اي حاجه. بحاول اقطع ورقه زبده كده. الله اعظم من بعبيها بقى. ممكن العلب دي بتنفعني في حاجات كتير. لو انا رايحه اي زياره، اي زياره، باخد لهم الكراتين دي كده وبعبيها لهم فيه، وبتني بقى انا معبيه. هعبيها معاكم وارجع لكم تاني.